ده شكل الفراخ بعد ما طلعت من الفرن. شايفين شكلها خطير ازاي؟ وبكده اقدر اقول لكم ان انا خلصت الاكل بتاع النهارده كده في منت. تعالوا بقى نرجع للفقره المحببه الى قلبي، اكيد انتوا عارفينها بجد اكيد. ان انا ادوق بقى عمايل ايديا، تسلم ايديا. اوريكم بقى الاكل كله. ادي الرز، شايفين الجمال؟ ثواني اجيب معاكم. شايفين جمال الرز؟ وادي دي الفاصوليا اهي، شكلها عامل ازاي. وادي ده لسان عصفور. يا لهوي، لسان عصفور خطير خطير خطير. ودي بقى الفراخ. وطبعا بقى رجعت للفقره المحببه الى قلبي، عشان في رمضان ما كنتش بعرف اعمل الموضوع ده، فدلوقتي خلاص بقينا فاطرين الحمد لله. والايام اللي فاتت دي كنت صايمه 6 البيض، فما كنتش بعرف ان انا اصوم. هنا بقى جبنا الطبق الحلو بتاعنا ده، نطلع بقى فيه معلقتين رز كده، عشان دي فقره مهمه جدا بالنسبه لي وبالنسبه لكم انتوا كمان. طلعنا الرز، نحط بقى عليه الفاصوليا كده. لحظه واحده، شايفين حطيت بقى لسان عصفور هنا. ودي السلطه اللي ما اقدرش استغنى عنها. ثواني بقى افضي الرخامه دي عشان اجي أدوق. تعالوا ندوق الصوص بتاع الفراخ. زي خطير كده، روعه، سبايسي قوي. تحفه تحفه بجد. شايفين؟ بس اهي سخنه جدا. شوف الفراخ بيضه من جوه ازاي، سخنه قوي بس رهيبه. نركن بقى دي على جنب، ندخل بقى فكرتي المحببه. بسم الله. بجد 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 احلى حاجه. لسان عصفور ده خطير. خد بقى معلقه تاني كده عشان هما بيحسدوني على فكرتي. بجد ازاي خطيره كده. عايزه بقى اقول لكم ان اللي عجبكم فيديو النهارده اتمنى ان انتوا تدعموني، تعملوا لايك وشير وكومنتاتكم الحلوه بجد ما تحرمونيش منها، بحبها جدا. بحب اراكم كمان ان انتوا تقولوا لي على اي حاجه انتوا عايزينها. استنوني فيديو جديد مع ميار شو. باي. هلو، عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل معاكم اكله هي بتتعمل كده خفيف خفيف، بس بتبقى لطيفه قوي بصراحه. يعني معرفش، هي مش محبينها كتير بس هي بصراحه خطيره. هي حاجه من البقوليات، وتعالوا بقى نحضرها مع بعض. بس قبل ما ابتدي الفيديو تعالوا نفتح بس الايس كريم ده عشان نتلج يسيح. انا لو قعدت اتكلم عن منتجات فرايداي عايزه فيديو لوحديها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفه. خطيره. خلينا بس في المهم. هنا بقى جبت الطماطم تمام وقطعتها، حطيتها في الخلاط وعفرمها. هنا بقى عصرنا الطماطم اهو، نركنها بقى على جنب. تعالوا بقى اقول لكم هعمل ايه. جبت الفاصوليا البيضاء اهي، لكم الكاميرا تمام. وبعد ما جبتها نقعتها من الصبح، وبعد كده سلقتها والحمد لله استوت معايا. كده بتسهل عليا ان هي متاخدش سوا
كتير. طبعا لازم تتنقع البقوليات والحاجات دي كلها بتتنقع الاول ساعه ساعتين 3 على حسب، وبعد كده ايه بتسلقيها عشان ما تاخدش معاكي سوا. فتمام احنا كده ايه حضرنا الطماطم وحضرنا معانا الفاصوليا المسلوقه، هنركنها بقى كده على جنب وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنا بقى جبت البصلتين دول، هعمل فرق بصلايه وسط، بس انا عشان البصل عندي صغير فجبت ايه بصلتين صغيرين. تمام. هنجيب بقى الحله بتاعتنا وهنجيب ايه المبشره ونبشر بقى ايه. ليه بقى ببشر البصل؟ عشان انا مش عايزه الصلصه تكون تخينه، عايزاها اللي هو ايه يعني الصلصه تكون كانها معموله بالثوم مثلا، فاهماني؟ فابشر بقى البصلايه وهنا بقى بشرت البصلايه زي ما انتم شايفين كده، مش عارفه شايفين ولا لا. شايفين عيني بقت عامله ازاي؟ عشان كده قفلت الكاميرا قلت اعيط لوحدي بقى، ما خليكمش تعيطوا معايا. اولع بقى النار واعمل البصل. هنا بقى حطيت حبه زيت ايه، ولعت بقى النار على البصل. هفضل بقى اقلب في البصل، يعني البصل ده حامي جدا بجد، غالي معايا قوي. المهم الفاصوليا البيضه دي بقى، بص لما بنكون خلاص جبنا اخرنا من كل الاكل وكلناه وكده، بنروح بقى ايه عاملين الفاصوليا البيضه دي في الاخر. هي بصراحه بتبقى خطيره وبتبقى جميله جدا، خصوصا مع الرز بالشعريه بتبقى تحفه والسلطه وكده، بس احنا يعني ملناش في البقوليات قوي. تمام، مع ان هي حلوه بس عشان بقى القولون والكلام ده كله، بس بصراحه بتبقى خطيره. ايه هقلب بقى البصل كده شويه كمان عشان ما اطولش. اول بقى ما اللون بتاعها يكون جولدي كده هنزل بقى بايه بالطماطم. ريحه خطيره 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 من قبل ما احط اي توابل، لسه ما حطيتش اي حاجه. تمام، تعالوا بقى نحط التوابل. احط حبه بابريكا مدخنه، تمام، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، حبه كزبره ناشفه مش كتير، كمون، بهار 7 بهارات. تمام كده بقى حطيت ايه كل التوابل، لسه ما حطيتش الملح. راح بقى اجيب الملح واجي احط بقى الملح. وهنسيبها بقى ايه تتسبك شويه. نسيت اقول لكم بقى ان هنحط 2 مرقه ايه دجاج. بصراحه دي ما اقدرش استغنى عنها في اي اكله، بتظبط لي الطعم بطريقه فظيعه. طبعا دي اختياري بالنسبه لك، يعني لو مش حباها ممكن ما تحطهاش. بعد تفكير كبير مش عارفه اعمل فراخ ايه، فطبعا انا متبلاها احطها في التلاجة، متبلاها ببصلايه، بشره بصلايه، حاطه ايه الملح والفلفل الاسود، تمام، ورشه قرفه بسيطه بس عشان السكر، وسبتها في التلاجة ولسه مطلعاها ومش عارفه اعملها ايه. ودلوقتي بقى ماما قالت لي خلاص اسلقيها وبعد كده نشوف هنعملها ايه. هنا بقى الفراخ زي ما انتم شايفين اهو، زودت لها حبه ملح، حطيت ايه فلفل اسود تاني وحطيت بهارات تاني، تمام، وهحطها على النار كده واسيبها ايه تتسلق نص سلقه، وبعد كده هنعملها بصوص خطير. هنا بقى صفينا الايه الفاصوليا من الميه بتاعتها، تمام، ايه هنزل بقى بيها بسم الله. هقول لكم انا ليه بقى بحتار في الاكل، لان عندنا هنا في البيت كل واحد ليه راي مختلف. يعني مثلا اختي بتحب الحاجه دي معينه، اخويا بيحب مش عارفه ايه، بابا بيحب ايه، فطبعا بيبقى فيه اراء كتير لحد ما في الاخر بنتفق ان انا ايه خلاص هخش اعمل الاكل ده، خلاص محدش هيتكلم. تمام، فهنا بقى ايه حطيت الفاصوليا وهسيبها بقى ايه حبه صغننين
على النار تشرب ايه من الصوص بتاع الطماطم وكده، عشان هي اصلا مستويه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ رهيبه رهيبه بجد. انا بقى عايزه اسيبها حبه كده بس، يعني 5 دقايق بس على النار عشان ما تتهرش مني او ايه تنزل نشاها او كده. تعالوا بقى ايه، شلنا طبعا الفاصوليا من على النار عشان ما ينفعش نفضل سايبينها على النار زي ما قلت. هنا بقى جبت الحله بتاعتي، حطيت فيها معلقه زبده. تمام، هنزل بقى بالزيت وعشان هعمل الرز. كده جبنا بقى معلقتنا حلوه. تمام، ايه نسيح بقى الزبده دي كده على الصمام. نجيب بقى الشعريه ده نص شعريه، سبت منه ايه حبه كده عشان ايه بنحب ان الشعريه تكون اكتر من الرز عشان يكون مفلفل. هقلب بقى كله كده بعضه. تمام، لحد ما ايه الشعريه تاخد معايا لون الجولدي الفاتح مش الغامق قوي. تمام كده بقى، اول ما لونها بقى جولدي، اللي هو الجولدي اللي هو مش غامق قوي، هو بقى جولدي. طبعا عشان الفاصوليا من غير رز متبقاش ليها لازمه، فايه عملوا كله عشان كلنا بنحب نعملها كله. فطبعا انا بعمل عشان احنا ما شاء الله 7 افراد، فبعمل كميه كبيره. انا طبعا مسخنه الكاتل. تمام، وهنزل بقى بالميه السخنه. نغطي بقى عليه لحد ما يتشرب، وبعد كده ايه نغطي عليه. ايه رايكم في الطرحه كده؟ احلى من الاول صح؟ اول بقى ما الرز يتشرب زي كده نغطي عليه فورا. كده انا عملت ايه، عملت الرز وعملت الفاصوليا تمام والفراخ على النار. لما الفراخ تستوي اعمل بقى لسان عصفور، ودلوقتي ايه هحضر السلطه. بسم الله. شايفين ما شاء الله لسه ما استويش. سيبه بقى براحته عشان البخار. تعالوا بقى اقول لكم نعرف اختبار الفراخ ان كانت استوت ولا ما استوتش. نطلع بقى الورك الفرخه كده ونحط بقى الشوكه فيه كده. لو لقيناه لسه بينزل ميه يبقى لسه ما استوتش. اول ما تبطل ان هي تنزل ميه يبقى هي كده ايه فراخ تمام واستوت. اوكي، يبقى كده الفراخ لسه ما استوتش، ونرجعها بقى ايه مكانها تاني. بس انا اصلها شويه صغيره مش كتير، بس بجد بجد الجو حر جدا. مش عارفه في ايه، انا عماله اجيب زيت من كل حته. الصيف صعب يا جماعه، ده لسه بيقولوا كمان في الارصاد ان الجو هيحرر تاني ازيد من كده اخر الاسبوع. ربنا يستر والحمد لله ربنا يجيبه. بس الصيف صعب قوي بجد. انا كميار لا اصلح للعيش الصيف خالص، انا رجعولي الشتا والنبي. بس بصراحه الصيف فيه حاجه حلوه، اهم حاجه في الصيف المصايف، بس بحبه عشان كده. وطبعا الفاكهه بتاعته بقى فاكهه الصيف، الحاجات الكتير والالوان التحفه دي. فهنا بقى ايه ناقص لنا كده الايه الشوربه تمام والفراخ.
عشان نعملها مع بعض بصوص حلو قوي. بصوا طلعت الوراك تمام عشان ايه لما اعملها في الصوص ما تبقاش مستويه قوي ماشي، وسبت الصدور شويه. تعالوا بقى ايه نحضر ايه لسان عصفور عشان الوقت ما يسرقناش ماشي. عايزين بقى نخلص فوق الاكياس. جبت بقى الحله بتاعتي حطيت فيها ايه معلقه زبده زي ما انتم شايفين ماشي. هنزل بقى بحبه زيت عشان الزبده بتاعتنا ما تتحرقش ماشي. هنقلب بقى كده نسيحها بس شويه. نجيب ايه لسان عصفور وننزل بقى ايه حبه الشعريه كده سوري لسان عصفور هنقلب بقى كده ما ياخد لون كالمعتاد يعني. هنا بقى لسان عصفور خد معايا لون جولدي غامق تمام. ننزل بقى كده بسم الله. مظبوط. شايفين السلطه كمان السلطه تحفه. الحاجات الخضار دي في الصيف ترطب على قلب كده. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه الفراخ ازاي. هنا بقى جبت معايا بصل تمام وقشرته، وجبت معايا طماطميه واحده ولون فلفل طبعا رومي او حامي، بس احنا عشان ايه بنحب السبايسي بقى تمام. فايه هولعها لهم كده. فطبعا هو لو البصل عندك متوسط يعني كبير تمام اعملي ايه 2 بس بصلتين كبار، لكن انا عشان البصل عندي صغير فهعمل ايه كذا واحده. هجيب بقى الصينيه بتاعتي واقطعه كده جوليان تمام. هنقطعه ايه جوليان او اللي هو جوانح يعني. اقطع بقى ايه الكميه بتاعتي تمام. هوريكم بس هقطع بقى الكميه بتاعتي كلها وارجع بقى قطعنا ايه حامي قوي. قطعنا البصل جوانح تمام زي ما انتم شايفين كده اهو ماشي. هجيب بقى الفلفل اقطعه برضه كله كده حامي قوي البصل ده. قطعنا الفلفل اهو زي ما انتم شايفين ماشي. وهجيب بقى الطماطمايه دي اقطعها برضو ايه قطع صغيره عليه. هنحط بقى ايه التوابل. نحط ايه بابريكا، هنحط بصل باودر وثوم باودر فلفل اسود. يبقى حطينا بابريكا تمام بصل باودر ثوم باودر فلفل اسود اللي هي البهارات المعتاده. هنحط حبه ايه كركم ماشي. نحط ايه حبه كمون. فين البهارات بس كده. حطينا التوابل كلها. ادعكم بقى بايدي طبعا غسل ايدي كويس كده بس هجيب الملح ثواني.
حطيت بقى ايه الملح، نقطع بقى ايه مكعب مرق كده. تمام، وده بقى عشان البصل ينزل ميته. طبعا انا غاسله ايدي كويس جدا، يعني ما بقفش كل شويه بغسل ايدي علشان احنا بنحب الايه اللي هو تحت ده كده. بقى ايه نقلنا على النار، احط بقى حبه زيت، اي ماده دهنيه يعني. تمام، هفضل بقى اقلب فيه لحد ما ايه كل الخضار ده يدبل معايا خالص. ليه بقى؟ اقول لكم ليه. عشان خاطر الفراخ اصلا مستويه، بس لو هحط فيه بعمل الصوص ده، لو هحط فيه الفراخ تكون نيه بحطه زي ما هو كده وارص الفراخ، وبحط على الوش صلصه وبحطها في الفرن تستوي كلها منها فيها، بتطلع خطيره خطيره. بس انا النهارده عشان سلقت الفراخ عشان كنت محتاجه شوربه، تمام، وهحط فيها اللي هدبل الصوص بتاعي عشان البصل يكون مستوي ما يكونش ناي. تمام، فاهميني؟ فانا هدبل بقى كل الكلام ده، وبعد كده هوريكم الخطوه الجايه هنعمل ايه. لما بقى بحط الفراخ بالصوص ده، بجد بجد الوصفه دي جربوها بجد هتعجبكم جدا. تخلي الفراخ تفضل محتفظه بالعصاره اللي فيها، تفضل جوسي، تمام، وما تنشفش. كمان بتدي الفراخ بتنزل صوص على البصل ده، بيبقى خطير خطير بجد، بيتاكل قبل الفراخ. خلي الفراخ كده دايبه كيوت خالص وجميله جدا، بجد لازم تجربوها. شايفين بقى فضلت سايباه اهو، تمام، لحد ما البصل يدبل ويستوي معايا، ما يكونش فيه اللي هو بيقرقش، فاهماني؟ وزودت له كوبايه ميه، وايه ظبطت ملحه وكل حاجه تمام. بس هو طلع سبايسي شويه يعني، بس عادي يعني مش مشكله. طبعا انتي لو مش حابه الفلفل سبايسي ممكن تبدليه الفلفل رومي عادي. خطير والله، ملح مظبوط. هو كده خلاص جاهز معايا، تمام. اروح بقى اجيب الفراخ واوريكم هعمل ايه. ادي الصوص معايا اهو، تمام كده، وادي الفراخ معايا اهي. اعمل بقى كده الاقي الفراخ بتاعتي كده. ماشي، انا كده حطيت الفراخ بتاعتي. اجيب بقى ايه، حاطه معلقه صلصه، تمام، واحط عليها فلفل اسود وملح، واجيب بقى الفرشه بتاعتي دي واضغط كده عشان تديني اللون الخطير. افضل بقى ايه ادهن الكميه كلها بتاعتي، تمام، وبعد كده احطها في الفرن. انا طبعا مولعه الفرن، ماشي كده كل حاجه مستويه معايا. البصل هيدبل شويه، الفراخ هتنزل لي صوص بتاعها على البصل، هتديني طعم رهيب. حاجه سهله جدا عشان سخنه اهو. ده الشكل النهائي. هحطها بقى في الفرن وبعد كده اوريها لكم بعد ما تطلع. ننضف بقى مكاننا، تمام. انا ولعت الفرن فوق وتحت عشان تاخد الوش طبعا، ماشي.